عربي مش لازم نزن معناها على المستمعين والله. شكون قال لك صوتك حلو؟ اي فما بالحق. والله. معناتها يجامل فيك. باش نحشم مالك هو فما انت قلت يجامل فما قلت فيك لك فما يجامل يجامل فيك فيا. لو قبل الحقيقه هذيك امور اخرى يجامل فيك يجامل فيك الحقيقه، باش يقول لك صوتك حلو وانت تزن هكا تزن مش حتى تزن تزن. اما ميساج غني انا مع انه حتى واحد صوته خايب يغني ميساج فما حتى مشكل. مرحبا فيك. فوالا مرحبا بكم الناس الكل. الخمسة و15 دقيقة هذه العشوية مكملين معاكم حتى لسبعة ونص. احفظوا التوقيت هذايا مليح على خاطر في التوقيت هذايا تكون كل باش تتعاودوا معنا في العشوية كل يوم فقرة شوية من تونس. شوية من تونس. خاطر تونس فيها برشا اثار، خاطر تونس رغم ما يقال عن صغر مساحتها لكن تاريخها كبير برشا تنوع كبير في التاريخ، تنوع كبير في حتى في الجغرافيا ايضا فما تنوع موجود في تونس. احنا في الفقره هذه عودتنا وصال انها تاخذنا الى اماكن جميله جدا من بلادنا او اماكن عندها تاريخ كبير، وهذا الكل جمال. قد يكون الجمال معنوي نظرا لإرث كبير وقد أكيد. يكون الجمال أيضا طبيعي. اليوم فينا اخترت تاخذنا للزوز مع بعضهم. زوز مع بعضهم. الارث الحضاري التاريخي الجميل. الحقيقه اليوم مش من اختياري انا، اليوم من اختيار الشيخ محمد بن حموده اللي هو مهتم بالهويه الثقافيه التونسيه اللي باش يكون حاضر معنا وموجود، وهو باش يامن لكم فقره شويه من تونس. بالحق مشكور جدا لانه وقت اللي اتصلت به هند وحكيت معاه رحب بالفكره برشا وكلمنا ونسقنا مع بعضنا. دونك هاكا في كل مره باش نمشيو كما قلنا لشويه من تونس، التركينه من تراكن تونس، الشخص الأحداث المعالم التاريخية. وقلنا اليوم علاش لا، بما أنه هي العودة المدرسية نحكيو على مدرسة من مدارس تونس الكبيرة العريقة، المدرسة السليمانية. قبل كل شيء خلينا نرحبوا بسي محمد بن حمودة. مرحبا بيك. أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لمستمعينا الكرام مستمعي إذاعة الشباب الكل وين يوصلهم صوت الإذاعة. تحية العربي، تحية الوصال، تحية للتقني وتحية لكل العاملين في إذاعة الشباب. شكرا لك. إذا شيخ محمد أستاذ باش نحكيو على المدرسة السليمانية، الاختيار هذايا علاش ساعة الاختيار هذا اليوم؟ خاطر هو مغروم بالصدقية. انا ولد صدقية ومغروم بالصدقية، دونك ديما نقول هاي على قلبك على الصدقية كيما تحب باش نعملها زوز ولا ثلاثة حصص. الله لا احب المدارس الى قلبي. علاش خلينا السليمانية؟ خاطر اليوم المؤسسات التربوية الكل يستقبلوا معناها ما شاء الله 2 ملايين و325 الف تلميذ و443 ما شاء الله. يأمنوا لهم 160 ألف بين مدرس ومدرسة ومؤدبين، خاطر عندنا قرابة 51 ولا 61 ألف تلميذ في التحضيري، مليون واش في الابتدائي، نصف مليون في الإعدادي، وأكثر من نصف مليون زاد في الثانوي. هذوما نحكيو على مدرسة قديمة، نحكيو على 10,000 سنة حضارة، نحكيو احنا الحضارة القبسية كنا نعلموا كيفاش نعملوا الفخار، كيفاش نعملوا البلاور، كيف كرتاج. وقت اللي كان نحكيو على الكرتاج تو يجي نهار نحكيو عليها وندرسها، والفلاسفه نتاعها تتقري في روما، الفلاسفه نتاع قرطاج، ونحكيو على حضاره كبيره برشا. نحكيو زاد على جامعه الزيتونه، ونحكيو على الصادقيه، وباش نحكيو على العديد من المدارس. المدرسه السليمانيه اللي اسسها علي باشا الحسيني أبا الحسن. وين تلقى كلمة أبا الحسن راهو اسمه علي، معناها هذيك كل علي ولده الحسن، فديما تلقى أبا الحسن. علاش الأول؟ لأنه فما الثاني وفما الثالث. إذا علي باشا هذوما 3 أسامي حكموا تونس، وفما اختلافات بيناتهم. لا سلالتهم اي نحكي عليهم هما في الحكم نتاعهم. هل كان فما اختلاف؟ اختلافات في كل شيء، فما اختلافات في كل شيء. تو نحكيو عليهم. اكيد. المدرسه السليمانيه سماها على ولده سليمان. علي باشا عنده يونس وعنده محمد وعنده سليمان. سليمان توفى، وبالطبيعه كانت قبل ديما المشاكل على الحكم والعرك بين الاخوه بين يونس ومحمد وسليمان، حتى اتهم انه واحد منهم سموا، قالوا محمد سموا. المهم هو مات مريض، نهار اللي دفنوا قال انا باش نسمي سليمانيه. هو ما عملش سليمانيه برك، عمل الباشيه وعمل المدرسه العشوائيه وعمل مدرسه بالحجار، الاربع مدارس. علاش عمل المدارس هذوما؟ احنا بديو احنا جامعه زيتونه نورمالمون، جامعه زيتونه. ابو زكريا الحفصي
قال انا ما حاسيش بمدبيه وعلماء، نحب ناس تكتب في الدواوين وتخدم الدوله. عمل اول مدرسه يسميوها المدرسه الشماعيه. علاش اسمها شماعيه؟ تو نحكيو عليها زاد مره، خاطر في نهج نتاع الشماع، كان تونس تصنع الشماع، تو نحكيو على الشماع وكيفاش باش يخرج موظفين تابعين الدوله. راهو نحكيو على 1200 ميلادي، ما نحكيو على 800 سنه بالتالي. فوالا بعد الدوله الحفصيه جت الدوله جو الاندلسيين عام 1625 جاوا من الاندلس، ما نجموش يتاقلموا ويدخلوا جامعه الزيتونه. عملوا المدرسه الاندلسيه نتاعهم خاطر عندهم لهجتهم ولغتهم، تو نحكيو عليها زاده القشتاليه وغيرها. بعد المدرسه الاندلسيه جاوا العثمانيين. العثمانيين شنو المذهب نتاعهم؟ المذهب نتاعهم حنفي. والزيتونه مالكي. ويعملوا مدارس تقري المذهب الحنفي. عمل المدرسه الباشيه هذيا وانت هابط من جامعه الزيتونه. النهج الكتبيه تعرف مدرسه النخله. بعدها لصقتها مدرسه الباشيه. لصقتها بالضبط عن الكوان تويكا سميوها جمعيه قدماء المدرسه الباشيه. عند الكوان دور معها على اليمين تلقى نهج المدرسه السليمانيه اللي هو اسمها معناها اسم النهج المدرسه السليمانيه. وين تجي المدرسه اللي تحكيوها اليوم اللي هي في تقاطع بين نهج الكتبيه ونهج المدرسه السليمانيه. المدرسه الباشيه يعني هذوما وانت هابط من جامعه الزيتونه. اما ماشي لفين؟ انت ماشي لسوق البلاط مثلا. ماشي لسوق البلاط فوالا افكتيفمون هذيك خاطر عربي قاعد يعمل في الخريطه في الصوره في راسي. هاي خدمت جي بي اس. التفاصيل هذوما عربي خاطر علاش اسمه نهج الكتبيه؟ تلقى كان كذا مكتبيه برك. ريت تويك عاد تمشي النهج الكتبيه هذاك اللي جامع الزيتونه وانت ماشي على اليمين هابط يعرضوك برشا حوايج نتاع صياغه فضه وغيرهم. مكتبيات ما كانوش يبيعوا صياغه غادي جم لا بتاتا من العامله اللي عملها الشيخ تحيفه غاديك. ومن المكتبات هذوكم تهبط على اسمه نهج الكتبيه تلقى كان كتبيه على يدك اليمين. بعدها بالضبط تلقى سوق القشاشين اللي هو فيه جامعه فيه المدرسه الباشيه هذه ومقابلها وكف حجام. في ظاهره حجام وفي باطنه حمام. تدخل الحجام على يدك تحل الباب على يسارك تلقى حمام القشاشين. قال حمام القشاشين. وسوق القشاشين نحكيو عليها. ليش القشاشين اسمه قشاشين؟ ما فيه القش يبيعوا القش معناها كيما قبل ربافي على قطايع خاطر الطلبه يسكنوا. هي المدرسه السليمانيه علاش تعملت؟ ما عملتش باش درس المذهب الحنفي. الباشيه هي درس المذهب الحنفي. المدرسه السليمانيه تعاملت كيما المبيت للطلبه اقامه فيها 18 بيت تنحكيو عليها. وفيها جامع وفيها بيت اسمها بيت السهر يقراوا فيها يسهروا فيها الطلبه نتاع الزيتونه يراجعوا يقراوا ولا يغني وساعات يعملوا جو. المهم المعلم ما يكلمهمش يخليهم على راحتهم. علاش؟ خاطر هما جايين من الافاق. شو معنى جايين من الافاق؟ معناها من توزر من نفطه من جربه من جندوبه من الجزائر. ما همش من الحاضره يعني. ما همش من الحاضره يسموا افاقيين. منهم شكون؟ كان تلوجوا على الانترنت تلقاو ابو القاسم الشابي كان نزيل المدرسه السليمانيه وخوه هنين الشابي اللي كان اول وزير التربيه في الحكومه نتاع اول حكومه تعملت بعد الاستقلال. دوب انت هابط من قشاشين وتدور على اليمين باش تعرضك انفاس 4 دروج والمدرسه السليمانيه. كي تقف هكا على الحيط والاربع دروج هذوك وتقدر قدامك تلقى نهج الخمسه. ما هو مدام عربي يحب على الخريطه على التفاصيل. نهج الخمسه فما قهوه وفما ونهج حلو شويه. كي تتلفت على اليمين تبقى نهج صغير يهزك سوق البلاط. على هذيك تتسمى هي المدرسه السليمانيه. عند جماعه المدينه والحكومه غادي يقولوا مدرسه سوق البلاط ما يسميوهاش السليمانيه. اوكي. اذا كان سمعت مدرسه سوق البلاط راهي سليمانيه. المدرسه السليمانيه يعطيك الصحه. يجيوا الطلبه من داخل البلاد ويقعدوا في المدرسه هذه باش يقراوا بعد يتعلموا وبعد يمشيوا للجامعه الاعظم كما قلنا كانت بينها مبيت فيها جامع فيها يتقابلوا الطلبه مع بعضهم يحكيوا ويقراوا. اسسها علي باشا الحسيني قلنا صدقه جاريه لولده سليمان. المدرسه والمدارس الموجودين في تونس عديده جدا ومن اقدم المدارس كما حكينا قبيل الشماعيه وغيرها. ايضا المدرسه الصادقيه المدرسه العلويه. وغدوه ان شاء الله نحكيو باكثر تفاصيل على العرس والبني نتاعو اسكو اندلسي
قرطاجي من جاو كيفاش تعمل كيفاش تبني قداش المده نتاع البني نتاعها وغيرها من التفاصيل. اليوم شو ولات تويك هي المدرسه السليمانيه ولات دار بتاع جمعيات ودار ثقافه. تو تسمع في ولا تقرا في الانترنت ولا تحط اي مدرسه تلقى وقع ترميمها سنه 83 84 85 وقعت صيانتها. علاش 84 و 85؟ خاطر وقتها شدي القليبي كان مدير الاذاعه اول ما تعملت عام 84 و 83 احدثوا ما يسمى بوزاره الثقافه. وكان من اول الحاجات اللي حب يعملها قال يلزم ترميم المدارس والمعالم تاع مدينه تونس. كلهم تعاملوا في 83 84 85 وقت اللي كان هو شاد الوزاره الله يرحمه. اللي كان شاد الوزاره وبعد وقعت فما جمعيه صيانه المدينه وغيرها. اما برشا مواقع موجوده في حاله يغتال للاسف. صحيح. يلزم حق راهو كنوز ونحكيو عليهم في المدينه وفي غير المدينه في مدينه تونس العاصمه في برشا بلايص اخرين حتى في الضاحيه الجنوبيه في الضاحيه الشماليه فما بلايص تراثيه وقصور بيات وغيره. هذا مهم نشيروا له احنا ويعطيكم الصحه على الفقره هذه لانها تعيشنا الحاضر والماضي وتعيشنا المستقبل. خاطر احنا تاريخنا كما قلت غني ومليء. راهو نحكيو على المدارس نحكيو على جامعه الزيتونه 103 للهجره. نحكيو على الجامعه الازهر اللي هو التو يقري المؤسس نتاعو تونسي. اكيد. الجامعه القرويين اللي في المغرب اللي تو اقدم جامعه واكثر جامعه تقري شكون المؤسس نتاعها من القيروان. من القيروان. هي بناوها من حر مالي. أنا وين تلقى مدرسة نتاع علم ونتاع ثقافة في جرتها تلقى تونس. هذا يدعو إلى الفخر. أكيد. إلى الاعتزاز. وقت تلقى في إيطاليا احنا كنا نقريو معناها في كرتاج كانت تبعث لو نحكيو عليهم بالكدا ومن العلماء نتاعنا كانوا يقريو هذيك. لتوا العلماء في أي مادة في أي شركة في العالم لو بد تلقى تونسي ولا تونسي. وما نجموا كان نفتخروا به. نعم. الكواوي قلت لكم تلك جمعية قدماء المدرسة البشير. شكون كانت المديرة فيه؟ مدام توحيد بالشيخ. أول جينيكولوج أول طبيبة عربية وأول طبيبة تونسية وأول طبيبة مسلمة. أكو في 10 دينارات. موجودة. من تالي 10 دينارات. فما كل قياس هذيك بالشيء فوالا. اكيد تو نحكيو باكثر في ما جبتش 10,000. لا ما عنديش وقت 10,000. الا اكيد انه باش نحكيو باكثر تفاصيل غدوه. فوالا غدوه نكملوا نحكيو على السليمانيه وفي كل مره معاك اكيد سي محمد باش نحكيو على معلم على شخصيه على تاريخنا المليء والمليء. ما عادش ناخذك ورباع باش نقعد ناخذك قبل ورباع على خاطر الحديث معاك حلو وممتع برشا وثري اكزاكتومون. نتقابلوا غدوه ان شاء الله. مشكور مره اخرى يعطيك الصحه الشيخ محمد بن حموده المهتم بالثقافه التونسيه تو نكلمك من بعد نتفاهموا ما يساعدش ربع ساعه على درجي. تحيه كبيره ليك واحنا مازلنا مواصلين معاكم في العشوائيه حتى 7:30. مازال مازال